تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. المنظومة البيقونية. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مصطلح قطع يشرو إن شاء الله. أقسام الحديث المرفوع. مرفوع حديثنا ديقوش حضرنك المرفوع الصريح بريموي مرفوع ديك دقوئك قال النبي عليه الصلاة والسلام تستأل يلشنو إيلر أو فعل يسودير أو فعلت وهو حاضر يأسدر إذ العوش أو حدث رسول الله عليه السلام بكذا وكذا من الصفات يلشنو ديسر اشتي تعدلو خمنش تعيل كاجستوش تعيل بسانش تستر مرفوع الصريح دو. المرفوع حكما شولونك حكما ثاني مرفوع ديك أي الذي له حكم الرفع تستشين مرفوع حكم ديك دول حديث تقس بريموي داتا هو إذا قول الصحابي أصحاب صحابي توديسن هم دويزا الذي لا يقال هم دويزا أولش دوش هم دويز من قبل الرأي تيست شيء منين يقول على الشوشتل هم داتقس كالأمور الغيبية تسكريتي هم نرسن خائف يوش أدمن نبرم عن صحابي تود عشين خائف يوش هم ألاز ناجد إلش نجر خيزتونيس بشرط أن لا يكون الصحابي مشهورا بالأخذ من الإسرائيليات كابن عباس وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم. تقصلوا فيو الصحابي خلو يشوات ويش إسرائيليات شحاويش تيست توراة شراء إنجيل شراء هم نشي حاويش خلو يشوات سباق ابن عباس سنة داق عبد الله بن عمرو سنة تشور حياة سأل خلامك تالي باغداق. قال ابن حجر ابن حجر سبوق مثال المرفوع من القول تسريحا تاق مرفوعا مثلا ابن قميل سلالشنخا بريموي دوشو بريم حقوش دوشو يقول الصحابي سؤال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول كذا تستر على دقصون يلج خزير تعمولش أو حدثنا رسول الله عليه الصلاة والسلام بكذا تست يلش نطون ديسنير اشتي أو عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال كذا يلش نقر دوهرة سؤالير آلة اشتي أو نحو ذلك خدعاء. ومثال المرفوع من الفعل تصريحا تاق يلش تعهم دين المرفوع دوش طولش مثلا تصريحا حقوش دوش بالقذا يقول الصحابي تاق صحابي سؤال دو رأيت رسول الله عليه الصلاة والسلام فعل كذا صون يلجنير اشتي ديش أو كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يفعل كذا يلجور هر تعهم ديش اشتغل لهم. مثال المرفوع من التقرير تصريحا تاق مرفوع حديثا مثلا من التقرير تستعقيت وتعهم ديش يوتر ديش دول حديثا مرفوع دوشتن مثلا تصريحا بالقذا يقول الصحابي سؤال فعلت بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام كذا أسعهم دينير يلجو لعوش أو فعل فلان بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام كذا يتعمنا غوستو يلجو لعوش سعهم دينير ولا يذكر إنكاره لذلك يلجتم ريس غير حقات سدس وباق تقى مرفوع قلشتم تقريرا. وقوله تقايت مؤلف ألقى وما لتابع هو المقطوع هرى أي هو ما ينتهي إلى التابعي يحدث إذا تابعين تابعين شون تدويش ومن دون يتشين لخع شون تدويش. وفرق بين الحديث المنقطع والحديث المقطوع تقرازن السو منقطع مقطوع حديث شنوقع فالمنقطع يتعلق بالسند هرى إمن سند سيازن دباق منقطع والمقطوع يتعلق بالمتن مقطوع متن ثاني ديتن دلهما ثاني سيازن دباق تيست تابعي شو ديتن هندوار وجاي سلاب ويدو داتي تكعو شواتي منها منقطع عشا سلاب ويلوشتو مقطوع إمنا تابعي شو ديتن دوالو تيست إمنا دشنش سوازن دقي. وقد استعمله الشافعي رحمه الله في المنقطع
مقطوع بوك شافعي منقطع ثاني ليلين إباخ تست إجتماعان ثاني ليلين باغي. ولكن قيل أما ألا ذا وذلك قبل استقرار الاصطلاح الترمينولوجي الساتس لي حلق در إباخ هذا لا شوات سيبوك. تعريف الحديث المقطوع مقطوع حديث سنبردليني هو قول التابعي إذا تابعي شو قالك دو أو فعله يتودينك دو أو تقريره يتسوى تعهم أتولد التردو قيتود يشكين بما ليس له حكم الرفع شيء رفع مرفوع خلال حكم دوتك دو قباخ اشتيال شنو ألا ماذا تسوقع أي ما أضيف ونسب لتابعي من قول وفعل فهو المقطوع. تويست تابعي شون تدغيتن دالهما دينهم دليلز لألهم دليلز إذا مقطوع دو حديث. قال ابن كثير صباغ في الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث وجين وحا هو الموقوف على التابعين إذا تابعين اشتعست حديث تويز قولا وفعلا تحهم آلة درسة وهو غير المنقطع ذات بغ. وقال النووي في التقريب والتيسير حقجين نووي صباغ المقطوع وجمعه المقاطع مقطوع بوقت جمعه المقاطع دو وهو الموقوف إذا موقوف دو على التابعي تابعين تشتند أحسسين دو إذا قولا له أو فعلا سو تعمدنا أل وتابعي هو من لقي الصحابية تابعي صحابي جنجو. وورد في بيان فضل التابعي تابعي چون دزل بالقلد أقشدئنا ما رواه الشيخان بخاري مسلم سديس حديثة من حديث ابن مسعود مرفوعا ابن مسعود يقرأ مرفوعا إلشنو إلى خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم أقر ديك ناخ سول شخين أخلش بو يغتان دي عبوش بو. وقول التابعي ومن دونه يقى تابعي تؤال دوشي تنلخر تؤالجي يسمى مقطوعا مقطوع أولتنخ سواء كان أمرا غيبيا أم لا إذا سكريتي هم دلع دات على نسيات ولبومو يلشنو ألا ألتن تدوش دات سوالك. مثال المقطوع الغيبي غيبي سكريتي دول مقطوع سكريتي هم ديجت المقطوع مثل غضون الشيء عن سعيد بن جبير قال سعيد بن جبير ستيسن تابعي وار من قطع تميمة من إنسان تعن قيج أدمن كوشرة قولت تأويل لأن الخم تع سيمول يدقوي تعيش تعم تأويل لأن الخم تود عياقها ديكم دي نقطة كان كعدل رقبة إذا تع سحق يترعها تع الله حلو ترسن ميل خربوتشن باخ تويست يتابع يجو أليس العياق ملا العياق دي عويسو ترخلي ترحم. مثال المقطوع القولي قميل دوشت المقطوع حديثا مثلا قول مجاهد التابعي الجليل مجاهد سألك دو ليرمي سيلع تابعي وإذا لا يتعلم العلم مستح ولا مستكبرين علم عام لردات يحيى تشنغا يكور تشنغا. ذكره البخاري تعليقا بخاري تعليقا ديسن حديث توار تستقيتش من تدال والشيء تعليقا. وأخرجه أبو نعيم في الحلية هو دالنيزة أبو نعيم حلية جيني شوحا بإسناد صحيح على شرط البخاري صحيح إسناد ثاني بخاري شرط ثاني تن أصله ثاني. مثال المقطوع الفعلي مثال المقطوع الفعلي هل تعليقا بوفتول شنا شيء مع الخليت سؤال لك دو تعليقا قيت أسلاب وحديث سنة تعويد ديو تق شيء معا وقعي من ملوك آغيات تغاوينا شيء ويتروي شيء نقطع وقوقع كروتشي. مثال المقطوع الفعلي تقطعهم ديش دول مقطوع حديث مثلا ما رواه الخطيب البغدادي هو ديس حديثه في الجامع لأخلاق الراوي حقجين تشوحا من طريق مغيرة تشيرز مغيرة ديسن دوتسو إذا قالت وإلر ألا كان إبراهيم النخعي لا يحدث حتى يسأل توبوغ إبراهيم النخعي يستقل شواتر جيكس عم خاتت. حكم المقطوع مقطوع حديثا حكمه دون الجا
الحديث المقطوع لا يعد حجة إذا حجة لوش تاتي حديث. То есть, когда доказательство صحة عتلات إذا تثبت به الأحكام الشرعية الشرع دوشت الأحكام شتنسين دعاخو تشيش حديث تاتيس ولو صحت نسبته إلى التابعي إذ صحيح دوش تابعين تدغيتر صحيح دلاح. الحديث المسند تقى مسند حديث والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن تقى خزد والشلشاء والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن اشتدقس. То есть مسند حديث شيء إسناد غوشكت تاع بربليوش تكدويزة من راويه دوش والجنتيدع حتى المصطفى تو есть حتى النبي بودو يلشن تقاتشت ولم يبن خددوش. تعريف المسند مسند أفردليني المسند مسند حديث هو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. إذا صحابي جديد مرفوع حديث له شي سند ثاني تقول حشة اتصال تو есть خوش قيادة دوش تعبر بيليوش سند يوش دقلقس استغل مدياز حديث له. قال ابن حجر في نكت شيرين تشوع ابن حجر صبوغ والذي يظهر لي سون حقوش دولش تنقى بالاستقراء من كلام أئمة الحديث تقى شورت كي يقدر بقي عالم شنيغة حديث عالم نيخ قميل واسكي يجيشا سنقوش دالغا وتصرفهم تسالكي يجين دلخوم نقصنقوش دالغا أن المسند عندهم مسند سارقع تشولون الشا ما أضافه الصحابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام تم صحابي شو يلشن تدغت حديث تويزا بسند ظاهر الاتصال سند ثاني خوتنا دوش طولها يوني قوش حقوش خوتنا دوش سند دوش. ويقول صاحب الموقظة هو بوغ هرجين دازين شو بوغ شمس الدين الذهبي هو ما اتصل سنده بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. إذا شي سند غوش قيتك دو إذا يلش حغور ثاني تسبولنستو. والملاحظ أن المسند له قيدان تقق حتى ببيشتلهما المسند حديثي شيء أغرانيتشينيو شيء رامكيسون واتين اتصال الإسناد بيرو نيجا سند قوش خلر شغل الرفع يلجن تدويش خلر أي الإضافة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام تو есть يلجن تدغيتر. مثاله مثلا ما أخرجه البخاري في صحيحه قال بخاري سادقين سحدش صحيح جوحا صبوخ حدثنا مكي ابن إبراهيم هو تونديسر قال تقتو إلر حدثنا يزيد ابن أبي عبيد هو تونديسر عن سلمة هونجر قال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول سون خزر يلجولش من يقول علي من ما لم أقل سون تي أسأل دولش نقال فليتبوأ مقعده من النار جرغت عشي متكنالوتي لصوف. فهذا الحديث إسناده متصل شيخ وقت سندوه من البخاري مخرج الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام. То есть Бухари гора هر حديث أرداقن ولو يلجن دقاتشت ومن ثم إبايتم فهو حديث مسند هذا حديث مسند غلداق أقرأه قعت ويتدوي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد ولا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.